شرطية بترجع من أجازة على قضية قتل معقدة جدا، وبتحاول توصل للقاتل، بس الجريمة بتاخدها الجريمة حصلت من 6 شهور وما قدرتش تحلها. يا ترى هتكون ايه الحكاية بالظبط؟ ده اللي هنعرفه من خلال فيلمنا النهاردة. بيبدأ فيلمنا ببنت بتحاول تهرب من شخص بيجري وراها، وبعدين بتستخبى، ولما بتخرج علشان تهرب بيشوفها وبيضربها بالنار وبتموت. وتاني يوم بتصحى ريشنا مخضوضة بسبب الكابوس اللي حلمت بيه، وبتكون ريشنا ماسكة نائبة مفوض في اسم شرطة الجرايم، وبيجيلها تليفون ان في جريمة قتل زوجية حصلت، وبتلبس علشان تروح تحقق فيها، وبتشوف جثة الراجل وبيكون مشوه وواخد طلقة في بطنه. وبعدين بتروح علشان تشوف جثة البنت وبتفحصها هي كمان، وبيجيلها ديباك المساعد بتاعها وبيقول لها ان العربية متسجلة باسم فيشل، وبيقول لها انهم ملقوش اي معلومات عن البنت، وواضح ان البنت دي مرات الراجل اللي اتقتل. وبتسأله عن غلاف الرصاصة اللي اتضرب، فبيقول لها انهم لقوا رصاصة الراجل بس البنت مش لاقيينها. وبتطلب منهم ريشنا يوسعوا دايرة البحث، لان واضح ان الراجل اتضرب من قريب بس البنت اتضربت من مكان بعيد. وبيجمعوا الضباط عينات الدم من العربية ومن الضحايا علشان يبعتوها للمعمل الجنائي. وبتروح ريشنا علشان تفحص العربية، وبتلاقي ورقة المنتجع في مكان قريب، وبتطلب من المساعد يروح يدور هناك يمكن يلاقي أي معلومة عن البنت. وبيجيلها واحد من الضباط وبيقول لها إنه لقى الرصاصة اللي البنت اتضربت بيها زي ما قالت لهم. وبتركب ريشنا العربية وبتتصل تطلب تعيين 4 مراقبين يشوفوا كاميرات المرور ويشوفوا أي مشتبه فيه. وبيكون معاها راجل مساعد التاني ليها وبيقول لها على عنوان بيت فيشل. وبتروح للبيت وبتفتح لها بنته، وبتتصدم لما بتعرف انها انيتا مرات فيشل، لانها كانت فاكرة ان البنت اللي ماتت هي مراته. وبتاخدها علشان تشوف جثة جوزها وبتنهار لما بتشوفه. وبتتكلم ريشنا مع الدكتورة الجنائية ان القتل حصل من الساعة 8 للساعة 10، وواضح ان البنت اتعرضت للاعتداء وهيستنوا نتيجة التشريح وعينات الدم. وبتخرج ريشنا علشان تتكلم مع انيتا، وبتتكلم مع أنيل أخو أنيتا لأن أنيتا منهارة، وبيقول لها إنهم لسه مصدومين ومش شاكين في حد لأن فيشل ما كانش ليه أي أعداء. وبيقول لها إنه ما يعرفش أي حاجة عن الست اللي كانت معاه، فبتقول له ريشنا إنه يقدر يمشي هو وأنيتا. وبتخرج من المستشفى وبتطلب من راجل يشوف سجل مكالمات فيشل علشان يحاولوا يعرفوا معلومات عن البنت. ولما بتخرج بتشوف الصحافة في المكان وبتقول لهم إن القضية لسه شغالة ولو في أي جديد هيبلغوهم. وبيتصل ديباك بيها وبيقول لها ان المنتجع قضى فيه فيشل يومين مع البنت دي، والأوضة كانت محجوزة باسم فيشل ومفيش اي معلومات عنها. وبيبعت لها فيديو ليهم وهم في المكان. وبتوصل ريشنا للاسم وبتقول للمفوض المعلومات اللي وصلت ليها، وبيقول لها تاخد بالها لان دي اول قضية تمسكها بعد ما سابت الشغل 6 شهور. وبترجع بيتها وبتدخل تستحمى وبتقع دبلة من ايديها، ولما بتبص عليها بتفتكر سيش صديقها اللي كان ظابط معاها في الشغل. وبتفتكر لما راحوا يتعشوا وخدعها انه نسي محفظته، ولما فتح دفتر الشيكات لقت الخاتم، وانه طلب منها تتجوزه وارتبطوا وكانوا مبسوطين جدا مع بعض. وتاني يوم في القضية بيجي اتصال لريشنا انهم عرفوا معلومات عن البنت. ولما بتوصل للاسم بيقول لها ديباك ان البنت دي اسمها سواتي، وامها بلغت انها مفقودة، وان جوز سواتي مات في حادثة من 7 شهور، وان امها لما شافت جثة بنتها انهارت وفقدت وعيها. فبتقول له ريشنا يحقق معاها ويبلغها بالجديد. وبتتشهر القضية وبتظهر في الأخبار، وبتحذر ديباك ما يتكلمش في أي حاجة مع الصحافة، وبتقول له إنهم لسه ما يعرفوش القتل عشوائي ولا بدافع شخصي. وبتطلب منه يجمع عائلة الاتنين علشان تحقق معاهم. وبتروح لبيت فيشل وبتعرف من أنيتا مراته إنهم كانوا متجوزين عن حب، وإن ما كانش فيه أي مشاكل يومية ما بينهم. وبتقول لها أنيتا إن يومه كان في الشغل أو في الجيم يا إما مع أصحابه، وإن هو كان قايل لها إنه مسافر يومين في شغل. وبتقول لها كمان إن عنده 2 صحابه في الشغل و2 صحابه من أيام الكلية. وبتقول لها ريشنا توقع على أقوالها وبتسيبها وبتمشي. ولما بتخرج بيتصل ديباك بيها وبيقول لها إن أم سواتي قالت له على عنوان إخوات جوزها. وبتلاحظ إن أنيتا بتبصلها من الشباك بطريقة غريبة. وبتروح ريشنا للمعمل الجنائي وبتقول لها الدكتورة شانتي إنهم اكتشفوا إن في عينتين دم غير عينات الضحايا، واحدة كانت تحت ضوافر البنت وواحدة تاني كانت على حزام العربية. وفي آخر اليوم بتطلب ريشنا من ديباك يجيب لها إذن من المحكمة علشان يفحصوا بيانات البنوك لعائلات الضحايا. وبيقول لها ديباك إنه كلم قرايب جوز سواتي وكانوا بيقولوا إن كان في ما بينهم مشاكل بسبب الخمرة اللي كان بيشربها أشوك جوزها، وبعد وفاته اتقطع التواصل ما بينهم. وبيعرفها إن كل المكالمات ما بين سواتي وفيشل كانت طبيعية جدا. وبتطلب من راجل يجيب لها كل الناس اللي سنهم ما بين 25 و35 سنة ويقول لهم ييجوا يشربوا الشاي عندها في المكتب بكرة.
وده بيكون لأن الدكتورة بلغتها إن من المرجح إن سن الشخص اللي اتهجم على الضحايا كان ما بين 25 و 35 سنة. وبيقول لها ديباك إن تقرير المرور وصلوا فيه عربية واحدة مشتبه فيها والنمر بتاعتها كانت مزورة، وبتقوله ياخد قوة ويروح يمشط المناطق المجاورة للمكان اللي العربية راحت له. وتالت يوم في القضية 3 بيقتحموا بيت مشكوك فيه، ولما بيطلعوا بيلاقوا راجل عجوز مقتول في أوضته. وبتكون ريشنا في المكتب وبتقابل عائلات الضحايا واصحاب فيشل وبتقول لهم يشربوا الشاي، واللي بيرفض بيشرب قهوة أو مية. ولما بتخلص تحقيق بترفع البصمات من على الكوبايات بتاعتهم، وبتقول لراجل يبعتها للمعمل الجنائي علشان لو في أي تطابق ما بينها وما بين بصمات الحادثة. وبعد البحث بيوصل ديباك لمكان العربية المشبوهة مركونة في مكان مهجور، وبيجي اتصال لريشنا من المعمل وبيقول لها تروح له ضروري. ولما بتوصل بيقول لها انه لما فحص السلاح اكتشف انه نفس السلاح اللي استخدمه في حادثة المستودع من 6 شهور، والاتنين واحد ومتطابقين 100%. واول ما بتسمع كلامه بتحس ان المكان كله بيلف بيها، وبتفتكر لما جات لهم معلومات عن المجرم كشاف من 6 شهور، وبتاخد فريقها وبيكون سيش حبيبها من ضمن الفريق وبيروحوا للمستودع علشان يقبضوا عليه. بس بتعطل عربية الدعم وبيتصلوا بيهم وبيبلغوهم انهم هيتأخروا ساعة، وبتقرر مع الفريق بتاعها انهم هيقتحموا المكان علشان ما يفقدوش الأدلة. ولما بتدخل للمكان بيحصل ضرب نار وبيقدر كشاف يضرب سيش بالرصاص، وطبعا بيقع على الأرض وبيموت. ومن بعدها وثقتها في نفسها اتهزت وما بقتش تعرف تضرب نار كويس. وبعد الحادثة بأسبوعين بتروح للمفوض ومعاها ملف معلومات كشاف وبيعرفها على 2 من مكتب المخابرات، وبيطلب منها تستنى بره وبيبلغوه ان كشاف مجرم خطير والقضية هتتحول ليهم، وبيوافق المفوض وبيديهم القضية. واول ما بتدخل ريشنا بيبلغها باللي حصل، بس ريشنا بتقوله انها قربت تمسكه ويديها فرصة صغيرة، فبيقول لها انها كانت مسؤولة عن الاقتحام وبسببها خسروا ضابط و2 مصابين وكان لازم يستنوا الدعم. بس ريشنا بتقوله ان حتى لو الدعم كان وصل كانوا عدد الضحايا هيكونوا ازيد بسبب كمية السلاح اللي مع رجالة كشاف. فبيقول لها انها متحولة للتحقيق وهتتوقف عن شغلها الفترة، وبتفوق من ذكرياتها على صوت الموظف وبتتأكد منه انه نفس السلاح، وبتمشي وبتروح للمفوض وبتبلغه ان السلاح تبع كشاف، وبتقوله يساعدها توصل لملف كشاف من المخابرات. بس بيقول لها ان الموضوع صعب وهيقدموا لهم طلب، بس ما تحطش امل على الموضوع ده وتمشي ورا الادله اللي معاها. وبتلاحظ ان في واحد بيراقبها، ولما بتروح له وبتساله ليه بيقول لها ان عنده معلومات مهمه ليها. وبتخلص كلامه وبتاخد منه ملف وبتدخل مكتبها، وبتستدعي ديباك وبتسأله لو كان اتأكد ان سواتي مش على علاقة بأي حد تاني، وبيقول لها ان هو متأكد. بس بتكون ريشنا ماسكة في ايديها الملف اللي خدته من الراجل وفيه صور عاطفية لديباك مع سواتي، وبتفتكر كلامها مع الراجل واللي بيطلع محقق خاص عينه جوز سواتي بسبب انه شاكك فيها، وبيكون قدر انه يكتشف علاقتها بديباك، وانه بيحاول يوصلها من امبارح، بس اكتشف ان ديباك واحد من الضباط في فريقها وكان مستني تبعد عنهم وتبقى لوحدها علشان يقدر يكلمها. وبتشاور ريشنا لديباك يشرب القهوة، بس بيكون خايف لانه عارف انها عايزة تاخد بصماته. وبتاخده بعدها لأوضة التحقيق وبتسأله عن اللي حصل، وبيكون رافض يتكلم وبتهدده انه يتكلم، وبيقول لها انه اتعرف على سواتي من تطبيق الدردشة، وبعدها وقعوا في الغلط وقربوا من بعض. وقالت له انها ما بتحبش جوزها وعاوزة تطلق، بس بعدها سابته فجأة، ومن وقتها ما تعاملش معاها. ولما شاف جثتها ما قالش علشان خاف مراته تعرف حاجة ويأثر على علاقته بيها هي وولاده. وبيقول لها ان يوم الحادثة كان موجود في القسم، وبيروح راج وبيأكد لها انه كان موجود من سجل الكاميرات. وبيقول لها ديباك تسامحه على اللي عمله، بس بتؤمر ريشنا بالقبض عليه بسبب تضليل الشرطة حتى لو ملوش علاقة بقضية القتل. وبتقول لراج انهم هيعيدوا التحقيق مع كل الناس اللي ديباك حقق معاهم لانهم مش متأكدين لو كان كلامه صح. وبتروح تقابل ام سواتي وبتقول لها انها ما شافتش ديباك غير في المستشفى. وبتقابل صاحبتها وبتحكي لها ان سواتي كانت جميلة، بس في وقت ابوها سابها ومشي كانت الظروف المادية صعبة جدا، وبسبب ده كرهت كل الرجالة وكانت بتفكر 1000 مرة قبل ما تقرب من اي راجل. بس فجأة اتغيرت وبقت تتكلم مع رجالة كتير وبتسيبهم قبل ما تتعلق بيهم كلهم. وبتروح لأهل أشوك جوز سواتي وبتحكي لها أم أشوك عن المشاكل اللي كانت ما بين سواتي وابنها، وإنها خسرت ابنها بسببها وبسبب خيانتها ليه. وفي الوقت ده بيقدر راج يوصل لصاحب العربية واللي كان مسافر وعربيته مسروقة من 10 أيام، وبيسلموا العربية لما بيتأكد إنها بتاعته. وبتتصل دكتورة شانتي بريشنا وبتقول لها إن البصمات اللي بعتتها لها كلها ما فيهاش أي تطابق. وبعدين بتكلم المفوض وبتسأله عن ملف كشاف، بس المفوض بيقول لها تركز في القضية وتاخد بالها ان في واحد من فريقها مشتبه فيه ولازم القضية تتحل، ولو ما حلتهاش هيفكر يدي القضية لحد تاني. وبتركب عربية الشرطة وبتفتكر لما جالها جواب عدم قبولها في مكتب المخابرات وقد ايه كان نفسها تشتغل معاهم،
وبتوصل للبيت وبتطلع ملف القضية وبتقرا كل الاعترافات وبتشوف كل الصور بس من غير أي دليل. بس بتلاحظ خبر في الجورنال عن قضية سرقة والسلاح اللي استخدموه الحرامية تقريبا نفس السلاح اللي تم استخدامه في قضيتها. وتاني يوم بيجيلها بيانات البنك وبتعرف إن أخو أنيتا معاه رقمين، وبتطلب من راجل يروح يحقق في الموضوع. وبيجيلها كابيل الضابط المسؤول عن قضايا السرقة وبتسأله عن القضية، وبتطلب منه إنها تشوف صور السلاح وتقابل الناس اللي اتسرق منهم الحاجة. وبيقول لها كابيل إنه هيبعت لها كل المعلومات اللي هي محتاجاها وهيساعدها في القضية. وبيمشي. هو بيدخل راجل وبيديها ملف المسجل عندهم اسمه سانتوش ومسجل في جرائم جنائية كتير، وبيقول لها إن في أكتر من 10 مكالمات ما بينه وما بين أخو أنيتا، وبتقول له يروح ويجيب لها سانتوش ويستدعي أنيل. وفي الوقت ده بيروح فيكرانت ضابط المخابرات لرئيسه وبيقول لرئيسه على مجهودات ريشنا، وبيقول له إنها طلبت ملف الكشاف أكتر من مرة. وبيقول له رئيسه إنها لو قدرت توصل لدليل في خلال 3 أيام عن كشاف هيقبل إنها تتدرب في المركز عندهم. وبيكلمها فيكرانت وبتكون ريشنا مع الصحافة بسبب انتشار خبر إن في ضابط من فريقها متهم، بس بتقول لهم إن كل دي إشاعات وبتسيبهم علشان ترد على موبايلها. وبيقول لها فيكرانت إنهم هيدربوها ودي فرصتها علشان تثبت نفسها، بس بتعتذر غصب عنها وبتقول له إنها مش هتقدر لأن معاها قضية تانية ولازم تخلصها. وبتقفل وهي متضايقة بسبب القضية اللي معاها. وبيوصل أنيل وبتدخل ريشنا علشان تحقق معاه، وبيقول لها إن سانتوش ميكانيكي وهو بيصلح العربية بتاعته عنده، بيكلمه أكتر من نص ساعة بسبب مشاكل الموتور. بس ريشنا بتقول له إنهم بعتوا يجيبوا سانتوش ويعترف قبل ما يحصل أي حاجة. فبيقول لها أنيل إنه كان بيتعشى وشاف فيشل مع واحدة وعرف إنه بيخون أخته وشافه معاها أكتر من مرة، وإنه كلم سانتوش علشان يهدده ويخوفه بس ما قتلوش لأنه في الأول وفي الآخر جوز أخته. وبتخرج من أوضة التحقيق وبتتفاجئ إن راج دماغه مفتوحة، وبيحكي لها إنه لما راحوا يقبضوا على سانتوش ضربوا على دماغه ووقعوا في المية وهرب. وبتدخل وبتبلغ أنيل يسلمهم جواز سفر وما يتحركش لأي مكان غير لما يبلغهم. وبتدي للضباط صورتها وهي صغيرة ويبعتوها للأخبار مع صور سانتوش، وبتقول له يتكتب فيها إنه خطف طفلة صغيرة عندها 8 سنين. وبتروح بيتها وبتحلم بنفس الكابوس من 6 شهور لما ما قدرش تضرب نار على كشاف وحبيبها مات. وبتصحى تاني يوم الصبح وبتروح علشان تحقق مع الشهود في قضايا السرقة اللي بيكونوا 6 وراجلين. وبيقول لها واحد منهم إنه متأكد من المسدس بسبب إن المجرم ضربه بيه على دماغه. وبيجيلها اتصال إن سانتوش سلم نفسه بسبب إن الناس بدأت تضربه وتتهجم عليه بسبب خطفه للطفلة، وإنه هرب لمركز الشرطة علشان يحموه من الناس. وبتوصل القوات علشان ياخدوه للاسم بتاعهم. وبتتصل بيها الدكتورة شانتي وبتقول لها إن الراجل اللي قتل الراجل العجوز في عملية السرقة هو نفس الراجل اللي قتل البنت وفي تطابق عينات الدم. وبيوصل سانتوش للاسم وبيروح له راج وبيضربه علشان ينتقم منه على فتح دماغه. بس بتدخل ريشنا وبتطلب من راج يستنى بره وبتسأله ليه هرب لما راح له، وبتهدده انها هتنادي راج تاني علشان يضربه لو ما اتكلمش. فبيقول لها انه كان بيغير ارقام العربيات علشان يكسب من وراها فلوس. وبتوري له صورة العربية المشبوهة وبيقول لها انه شافها وغير ارقامهم. وبيديها رقم التليفون اللي كان بيتواصل بيه مع الراجل وبيدوروا عليه، وبتعرف انه في مدينة تانية. وبتاخد كابيل وفريقها وبتروح علشان تدور على اللي سرق العربية، وبيوصلوا للمكان اللي الرقم موجود فيه. وبيقدر فريق ريشنا يمسك الاتنين وبيعرفوا من واحد منهم ان التالت اسمه لوهيا، وبيشاور لهم على المكان اللي قاعد فيه. وبيروحوا علشان يقبضوا عليه وبيطلع مسدس من جيبه وبيستخبى وسط الزرع علشان يقتل ريشنا، بس فجأة بتختفي وما بيلاقيهاش. وفجأة بيلاقي مسدس بيتحط على دماغه وبتكون هي، بس بيفاجئها بحركة سريعة وبيوقع مسدسها منها. وبيحاول يضربها بالمسدس بس بيوصل للفريق وبيهرب منهم. وبتيجي بنت الست اللي قاعدين عندها المجرمين وبتبقى جنبه، وبيمسكها وبيهددها الضابط انهم هيقتلوها. وبتيجي ريشنا من وراه وبتكون خايفة تضرب النار عليه وتفشل زي ما فشلت وقت عملية كشاف في المستودع، بس بتجمع عقلها وبتضربه بالنار في رجله وبيمسكوه. وبيبدأوا يحققوا معاه وبتسأله مين اللي خلاه يقتل سواتي وفيشل. وبتعرف منه انه اتفق مع اخو اشوك جوز سواتي انه يخوفها هي وفيشل ويعتدي عليها، وانه قتل فيشل لما كان هيقتله وقتلها بسبب انها شافت وشه وكانت هتهرب. وبيقول لها ان المسدس اللي استخدمه خده من الشقة اللي سرقها وبيقول لها على مكانها. وبتاخد ريشنا قوة وبتروح لبيت اشوك وبياخدوا اخوها، وبيحكي لها انها كانت بتتخانق مع اخوه كتير وبوظت حياته، وانه عمل حادثة لما كان سكران وكان سكران بسببها لما اكتشف خيانتها ليه مع ديباك الضابط. وبيقول لها ان هو كان بينتقم منها. وبتقول له ريشنا انه يستاهل انه يموت ونفسها تضربه بس قرفانة منه. وبتخرج من مكتبها وبتبعت قوة للمكان اللي الراجل اللي لوهيا قال انه سرق المسدس منه. وبتعرف انه شغال مع كشاف، وكشاف اداله السلاح هدية قبل ما يسافر. وتاني يوم بيبارك لها المفوض على تعيينها في مكتب المخابرات بسبب وصولها للراجل اللي كشاف شغال معاه ونجحت انها تحل القضية. وبتروح ريشنا علشان تستلم شغلها، وبيقول لها فيكرانت انها هتبقى متدربة لمدة 6 شهور قبل ما تتعين، وانها لحد الوقت ده مش هيكون معاها كل الصلاحيات في المخابرات. وبيديها ملف قضية كشاف.
وبعد 3 شهور بتكون ريشنا مع فيكرانت وفريق المخابرات وبيتحركوا علشان يقبضوا على كشاف. وبنتعلم من الفيلم اننا ما نستسلمش ابدا واننا نواجه كل مخاوفنا. وبكده بيكون خلص ملخصنا النهارده. لو عجبك ما تنساش اللايك والشير وتفعل زر الجرس وسيب لنا رايك في الكومنتات وقول لنا ايه الافلام اللي حابب ان احنا نلخصها لك.